انتوا عارفين طلعوا عليكم اشاعه ان انتوا مرتبطين وبتاع وما يعني ما اعرفش. مش اشاعه هو اللي طلعها. يا استاذ احمد ليه بتلخبط الناس اكتر ما هم متلخبطين؟ لا انا عارفه ليه، عشان احنا بجد صحاب في الحقيقه، فالناس لما بتشوف صحاب بجد وبيمثلوا مع بعض بيحبوا بعض بيقولوا لا دول لازم يكونوا. ما اعرفش يعني رمزي ايه رايك في الموضوع؟ لا والله كل حاجه يا رمزي، كل حاجه انت في موقف لا تحسد عليه. انا مش عارف اقول ايه والله. يعني انت لازم تتصرف. يعني مبسوط ان الناس صدقونا. بس اللي عايز يجوزنا يشتغل هو بقى على نفسه ويحضر كل حاجه ويحضر مأذون ونبقى احنا نفكر في الموضوع والشقه ويجيب كل حاجه طالما هو ايه. في ناس بتبعت لي كل يوم اتجوزي احمد رمزي كل يوم، يعني على كل ستوري ريبلاي لازم اتجوزي احمد رمزي. طب يمكن هو مبسوط يا ترى، معلش مش عرفك، يمكن هو هو مدكن. مش عارف ايه برضه العيله عندك يا عم قول حاجه، قول انا اعترف بحب يعني ولا اقول ايه؟ لا يعني قول ترى اختي، يعني قول او قول اي حاجه. يا عم ما اقدر، يعني هو ده تمثيل، احنا شاطرين قوي في شغلنا بس مالوش علاقه بالحياه. والله احراجه ده والله عرق وشك اتغير ليه كده؟ ايه عليكم ده اكد لي ان في حاجه. لا هو احنا ممثلين. قولي انت حاجه. انا مش عارف كده. انا سالتها قلت لها وانت بتقولي لهم ايه؟ قالت لي مش عارفه اقول لهم ايه. احنا ممكن نسال لسه يا احمد. لا هو نفي اثبات. ايوه لا والله هو عشان احنا الحمد لله لو بيحلم في البيت ولا حاجه هو يقول لو قام في البيت قال حاجه. لا بيقول حاجه اخرف بالكلام. لا يعني فاهمه انه ترى المفروض تتحرج، انما انت اللي اتحركت كده فغريبه شويه. ده الجيل الجديد ده بايظ. ده الجيل الجديد ده ايه الجيل ده؟ ايه الجيل ده؟ لا هو الحمد لله هي يعني مش خلاص بس يا ابني خلاص. اكتر حاجه كانت بتضحكني لما الناس بيخشوا يكتبوا الرمزي انه بص هو المسلسل هيخلص وهي ترجع الاردن فانت لازم تنزل الجيم. ويبتدوا بقى انت رحت الجيم؟ رحت الجيم. انا بقى مضحكني ان انا رحت اتمرن بجد. انا خايف انزل في مره صوره وانا بتمرن يقول بقى عشان تنساها. طب ما تنزلها بجد في قصه وهميه لا، الناس هي عايشينها اكتر مننا يعني. في عندنا بجد يعني انا يعني اتبسطنا قوي في الشغل مع بعض. اعتقد مش عارفه مش هتكلم عنك بقى بس هتكلم عن نفسي. يعني في علاقه كده احترام وموده وتفاهم كانت حلوه بينا، فدي انعكست. ده بالنسبه لك يعني هو ده بالنسبه لي طبعا. وليد ما احنا كل ما الموضوع ينتهي انت بتدخل احنا عاملين حاجز عشان ما نقعدش جنب بعض. لا والحلو ان كنا بنزق بعض لقدام. يعني انا مثلا ويعني دي اعترفنا لبعض فيها بعدين ان انا اكتشفت بالصدفه حتى هقول لك ان احمد كان بيقول كنا في مقابله كده فقال انا اصلا كنت بغير من تارة على ازاي بتشتغل على المشاهد. انا بشوف مثلا انا بكون جايبه الايباد بتاعي عشان ما حدش بس يقول بغير على تارة. لا بغير من تارة. احنا بنغير على الشغل من بعض. فهو بيكون فانا بلاقيه جاي اوقات في المشهد مجهز افكار مجهز حاجات وعامل يعني وبيعمل امبروفايزيشن جميل. فانا بقعد كده مع نفسي طب انا ليه ما جبتش افكار للمشهد ده؟ انا ليه ما فكرتش في كده؟ انت بتشوفي ملكه الارتجال عنده وتوليد افكار وهو بيشوف التركيز والمذاكره اللي بتسبق المشهد. بالظبط. فهو بيشوف هي بيبقى معاها الايباد. معلش على المقاطعه. هي كان بيبقى معاها الايباد بتاعها ده كاتبه هو الايباد مثلا الجمله قد كده حوالين الجمله دي بقى كلام كتير كتير كتير. كلام انجليزي وعربي واردني وارقام وخطوط اللي هو علامات الصف. بجد والله اللي هو عمل نجاح اسهم طالعه كده. قلت على الله حكايتك. انت جاي انا جاي بالورق الفلوسكاب بقى على قديمه كاتب بقى وتلاقيني كاتب على ايدي هنا. بص شوف لا كنت بجد انا ببقى مذاكر بس اما باجي الاقي كنت بشوف ترى دايما بجد مذاكره جدا. فده كنت بحس ان انا مذاكرتي مش كفايه. من الاخر قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. ايوه حلوه. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. لا شاي. شاي هي دي. شاي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. قومي فيزي اعملي. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. مش لازم تقوليها يعني. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. يعني اسرع. برضه كده. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. قربنا. قومي فيزي اعملي لابوكي شاي. شاي. عارفه هم دايما بيهاجموا.
قومي فزي اعملي لابوكي شاي